إخوان والأخوات، هذا الاعتداء الغاشم نتاع النظام الجزائري على المناطق الحدودية المغربية سواء على العرجة وعلى إيش وغيرها من المناطق. إن لم يعتدوا على الإيش فهم يعتدون على العرجة، وإن لم يعتدوا على العرجة فغيرها. الأسباب تتعدد، ولكن الغاية واحدة، هو أنه باش يقحموا المغرب في حرب وذات حدة وحرب وطيس بين المغرب والجزائر. ولكن الحمد لله بالحكامة وبالرزانه وبالثقل نتاع النظام المغربي اللي معهود له منذ 14 القرن على انه كيتريط ويشوف بالعين الثاقبه وكيشوف للبعد على ان اي حرب كما كان نوعها فهي حرب مدمره تعود بالهلاك على الشعبين سواء المغربي ولا الجزائري. وحنا كنعتبروا هذاك الشعب شعب خونا وحبيبنا اللي ما ندخلوش معاه في الصدام، وعلى ان هذا النظام العسكري الجزائري كيلقى الان واحد المخرج ويحاول يبحث على منفذ انه يحاول يحدث حرب وطيس بين المغرب وبالجزائر باش يكون هو المستفيد الاكبر ماديا ومعنويا الى غير ذلك، واللي تعطيه الاستمراريه والوجود تاعو. احنا المغرب خوا البساط من تحت ارجل هذا النظام الجزائري العسكري، وبين على ان هاد الناس بهذه الطريقه تاعهم يحاولوا يغضوا او يرموا الرمل على العيون تاع العالم ككل الان. والقرار الاممي اللي هز العالم ككل والمصداقيه نتاع المغرب والاقتراح نتاعو الحكم الذاتي، هذا جعل منهم ناس اللي يحاولوا في اسرع وقت يحثوا مشكله معينه او حرب معينه. علاش؟ باش يغضوا النظر على ما يجري دوليا، ولان القانون كيبقى دائما الكلمه الاولى والثانيه والاخيره له. وراهم كيديروا هذه المسائل ايضا باش المغرب ما يمكنش يطالب بالصحراء الشرقيه، وحنا واعيين بهذه المساله على ان سواء الان او قادما المغرب غادي ياخذ المسار القانوني والمسار الاممي، وغادي يطالب ان شاء الله بالصحراء الشرقيه نتاعو كما نطالبوا باي نقطه نتاعنا اللي تحرمنا منها لسنوات العجاف. وبالتالي القضاء على ثلاثه نتاع مغاربه اللي من عائله عزه والقتل نتاعهم العمد والنيه المبيته للقتل، لان هاد الناس ولو كاع لقاو عليهم القبض في الحدود ما استدرجوهمش للسجون، بعد ما خذوهم للسجون تم القتل نتاعهم. هذا دليل بان النيه كانت مبيته لقتل المغاربه وباش يحثوا واحد المشكله وباش تندلع حرب بين المغرب والجزائر. وهاد الناس هادو اللي لقاو عليهم القبض على الحدود خذوا لهم الصور، وحنا كنعرفوا باللي الذكاء الصناعي الاي اي يمكن يلعب دوره. هذا من ناحيه جابوا لنا بندقيه. الاخوان عليكم بالله، واش بندقيه غادي تقضي على واحد الدوله اللي هي دوله قاره مثل الجزائر؟ وهاد الناس اللي حطوا معاهم بعض المحرمات نتاع الحشيش وغيرها، شكون حنا عطينا هذه المصداقيه والموثوقيه على اساس ان هاد الناس كانوا حاملين هذا السلاح؟ هذا كل شيء دائما في نفس النسق وفي نفس الصيروره نتاع اتهام المغرب بهذا الشيء نتاع الحشيش وغيره. علاش؟ باش يعطوا المصداقيه للاعتداء الغاشم نتاعهم وهذا الاعتداء على المغاربه. وشكون اللي ما قالناش على ان كانوا في الزياره الان نتاعهم؟ هذا الشيء كل شيء فبركه معينه المراد منها هي النيه المبيته لاعلان حرب باش يمكن تجي في هذا الوقت اللي المجلس الامن والامم المتحده كلها وثقت وصادقت على المشروع المغربي اللي هو الحكم الذاتي بصحرائنا الجنوبيه. وبالتالي احنا دائما غادي نبقاو متماسكين بالذكاء وبحسن الثبات والعين الثاقبه، وغادي ان شاء الله بواحد المغرب اللي كترأسه ملك الهمام امير المؤمنين محمد السادس وما سبقه من ملوك مغاربه، غادي ان شاء الله ناخذوا المسار الصحيح والحقيقي واللي يتبنى فعلا المرجعيه القانونيه نتاع مجلس الامن والامم المتحده. وشكرا.